القرص الفلاحي الطرية بطريقة سهلة خالص ومضمونة ومقادير كلها مظبوطة. تعالوا ان شاء الله كده هقولك طريقة حلوة أوي وسهلة وبسيطة انك انت تعملي بيها القرص الفلاحي. بجد بجد جميلة قوي والطعم فيها ممتاز وفوق الممتاز كده كمان حاجة بجد بجد كده حاجة حلوة. والفرق بينها وبين القرص اللي هي القرص الفينو. هنعمل النهارده فرق بينها في العجينة بين القرص الفلاحي والقرص اللي هي الفين الطرية اللي احنا بنعملها برضو مع بعضينا على الصفحة وعلى القناة هنا. تمام كده، تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. بجد بجد حاجة حلوة قوي وإن شاء الله طعمها جميل وهتبقى حلوة قوي معاكي وهتنفع كمان للولاد للمدارس للفطار للعشاء خفيفة كده حاجة حلوة. تعالوا خالص كده هنا من البداية ومعانا بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا 2 كيلو دقيق زيرو اللي هو دقيق الفاخر أو دقيق متعدد الاستخدامات أو دقيق المحلات. تمام كده، أي اسم من الأسامي دول هو بيتباع في المحلات عادي، المغلف أو السايب مفيش مشاكل خالص منه. عندنا هنا كده في البداية البولة اللي احنا بنعجن فيها أو الطبق هنحط فيها. أنا عايزة دلوقتي كده لكل كيلو 3 كوبايات، سواء الكوبايتين مية وكوباية حليب، سواء ال3 كوبايات حليب، سواء الكوباية واحدة بس حليب وكوبايتين مية، على حسب الاكتفاء اللي عندك وعلى حسب اللي موجود عندك. تمام كده، يبقى احنا كده هنحط 3 كوبايات مية و3 كوبايات حليب على قد اللي كانوا متوفرين عندنا. الحليب كانوا 3 كوبايات ونص وكملنا عليهم ل6 كوبايات اللي هم هنعجن بيهم 2 كيلو حليب. يبقى حطينا 3 حليب و3 مية. دي طبعا مقادير ال2 كيلو. تمام كده، ومعانا هنا بقى معلقة وهنحط لكل كيلو دقيق معلقتين سكر. لكل كيلو دقيق معلقتين سكر، يبقى احنا هنا كده هنحط 4 معالق سكر. وعندنا كمان ظرفين خميرة، لكل كيلو برضو دقيق ظرف واحد خميرة. معلقة خميرة فورية كده عشان خلاص جو الشتاء بقى وبيحتاج خميرة بزيادة عن جو الصيف. وعندنا نص معلقة ملح لكل كيلو، ربع معلقة ملح بس. وعندنا برضو معلقتين اللي هم خل، لكل كيلو معلقة واحدة خل. وهتلاقيني كاتبالك في التعليقات المقادير بتاعة الكيلو ومقادير ال2 كيلو بإذن الله. دوبت بقى الحاجة بتاعتي هنا وما بقليش غير السمنة بس. في الوقت ده بقى لو انا هعجن قرص فلاحي من اللي هي الهشة جامد العالية قوي دي المفرغة من جوه اللي هي زي الفينو، السمنة بتاعتي هحطها هي برضو، بس العجينة بتاعتي هخليها طرية شوية، هزود كوباية مية شوية عن كده. تمام، عندي هنا المقادير دي بتاعت 2 كيلو دقيق. يعني معنى كلامي ان انا لو عايزه العجينه طريه، يعني هشه القرصه بتاعتي هشه، بخلي العجينه بتاعتي طريه شويه. لو عايزه العجينه القرصه بتاعتي متماسكه وكده وحلوه زي بتاعت الفلاحين بتاعت امهاتنا بتاعت زمان، بخلي العجينه بتاعتي يابسه شويه. بس هو ده الفرق بينها وبين القرص الفلاحي الطريه وبين القرص اللي هي الفينو. عندي كوبايتين السمنه دول للكيلو كوبايه واحده. تمام، سواء هتعايري بيها الحليب هتعايري بكله الحليب والميه والسمنه، سواء هتعايري بالكوبايه التانية اللي هي بالمج المعياري هتعايري برضو بيها كله زي بعضه. تمام، نزلت بقى بالسمنه بتاعتي هنا كده وهبدا ادوب المقادير بتاعتي كويس وانزل بالدقيق بتاعي كويس اللي هو محللاه ونخلاه والدنيا تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هسمي الله كده بقى وابدا اعجن. طبعا على طول عندك عجان استخدميه، ما عندكيش اقعدي على جنب كده وبراحتك كده، وعلى الرخامه ماشي او في الارض واعجني بقى براحتك كده على احنا عايزينها العجينه بتاعتها متماسكه. المقادير بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اخدت ال2 كيلو وكانت متماسكه وكويسه. لو انا عايزه بقى القرص بتاعتي تكون عاليه كده وجامده كده وزي الفينو بالظبط، بخلي العجينه بتاعتي طريه شويه. يعني في الوقت ده وانا بعجن كده بزود نص كوبايه ميه لربع لكوبايه الا ربع ميه واعجن العجينه بتاعتي. تمام كده، والدنيا بتكون 10/10. في الوقت ده بقى انا هجيب معلقه واحده كركم وهحطها علشان تديني لون للقرصه، لون اصفر كده وجميل. لو انتي برضو مش محتاجاه خلاص، بس ده حاجه بترفع للمناعه والجو الساقع والولاد والبرد يعني بتاع اليومين دول والكلام ده كله هو رافع للمناعه كويس. هعجن بقى العجينه بتاعتي كويس زي ما انتوا شايفين وهلتها طبعا كويس. وفي الوقت ده لو انا لقيتها بعد ما خلصتها خالص لقيتها بتلزق في ايدي جامد، هحط معلقتين بس زيت الم بيهم العجينه. لقيتها خلاص مش محتاجه ولتتها كويس ولما معايا من ايدي ومش لازقه في ايدي ومش لازقه في الطبق، خلاص على كده مش هحط تاني زيت ولا اي حاجه خالص. دي بقى بتتلت شويه لان احنا عايزين عجينتها ناشفه شويه، مش عايزين عجينتها طريه زي القرص اللي هي ال- اللي هو القرص الفينو. يعني احنا عايزينها ناشفه شويه لان دي قرص فلاحي اصلي يعني.
بس بادّيها لَتّة حلوة كده، وباروح جايبة العجينة بتاعتي مختبراها بس كده أشوفها مفرّغة والّا حلوة والّا عاملة إيه أخبارها، والدنيا تمام ولَمّة معايا وحلوة، خلاص هالِم بقى العجينة بتاعتي حلو، وأقلبها علشان يبقى شكلها جميل كده أمّا تخمر معايا، وهاغطّيها وتقعد معايا من ساعة لساعة ونُص لساعتين على حسب الكمية وعلى حسب الجو وعلى حسب المقدار اللي أنتِ عاملاه، وحسب التدفية طبعًا اللي إحنا مدفيينها. بس كده هاغطّيها بقى بحتّة فوطة كده على الرخامة لمدة ساعة لو أنا هاجهّز الصواني بتاعتي، لو أنا هاحشيها هاحط فيها عجوة، هاحط فيها جبنة، هاحط فيها شوكولاتة، أي حاجة أنتِ عايزة تحشيها بيها احشي، وإحنا بنقطّع كده هاقول لِك برضه. بس كده معلقتين زيت وحطيتهم على الوش عشان القرصة بتاعتي ما تنشفش من على الوش، وهاغطّيها زي ما أنتم شايفين كده على الرخامة لغاية زي ما قُلت لكم من ساعة لساعة ونُص لساعتين على حسب ما تخمر معانا فيهم. كده كانت الدنيا تمام وعدّى عليها حوالي ساعة ونُص وسِبتها طبعًا الجو حسب ما الجو عندِك هتاخد وقت، ودي طبعًا علشان عجينتها متماسكة معانا شوية، فمش بتخمر معانا أوي زي العجينة التانية، إنّما العجينة بتاع القُرَص التانية اللي إحنا بنكون عاجنينها طرية، بتملى معانا الطبق وزيادة، وفي الوقت نفسه ما بافشّش منها الخُمر خالص بتاعها، دي أو دي، مش بافِش الخُمر خالص باقطّع على شكل الشكل وأنتم برضه شايفينه كده. بابدأ بقى آخُد كده أبِل إيدي بس زيت وأبِل الحاجة اللي أنا هاقطّع عليها زيت، سواء الرخامة سواء الصينية، وبابدأ أكوّر الكورة في إيدي زي ما أنتم شايفين كده، وأقطّع منها حتّة بحتّة، بتكون سهلة شوية عن ما أنا لو أكوّر حتت، حتت، أهي، بتبقى ناعمة وجميلة من على الوش، بابِلّها بس بَلّة زيت بسيطة من على الصينية زي ما أنتم شايفين، وبابدأ ألِمّها بإيدي وأكوّر بإيدي وأروح قاطعة من تحت وخلاص على كده بتبقى كِوَر كلّها زيها زي بعضيها، وفي الوقت نفسه ناعمة من على الوش وجميلة. وفي الوقت ده مش باقطّع الكمية كلّها علشان برضه ما تفرش معايا منّي أوي أو تاخد خُمر زيادة أوي، أنا عايزة تبقى لسه زي ما هي بخُمرها علشان ما أضيّعش الخُمر منها وارجع بعد كده تغلّبني عقبال ما تخمر تاني على الصواني، القُرَص بطبيعتها ما تفشِّش خُمرها خالص. وهاقطّع بقية الكمية بالشكل ده اللي هي حوالي صينية بس، مش هاكتّر أكتر من كده زي العادي خالص اللي إحنا بنعمله في القُرَص، بنقطّع حوالي صينية واحدة بس ولمّا بنفردها ونبطّطها بنقطّع الصينية التانية، تمام كده؟ بس كده، قطّعنا كده حوالي صينية وخلاص إيه، حوالي يعني قولي نُص الكمية كده لإن الصواني بتاعتنا كبيرة بتاخد ما شاء الله الكيلو دقيق. هنجيب بقى الصواني بتاعتنا ونبِلّها برضه بَلّة زيت علشان لمّا آجي أطيّب القرصة تبقى خالعة معايا من القرصة وما تكونش لازقة معايا في الصينية. بَلّة زيت كده بسيطة وهابدأ أفرد القُرَص بتاعتي كلّها في الصينية واحاول إن أنا القُرَص كلّها أخلّيها مقاس واحد وفردة واحدة. أنا بقى باعمل الحتّة دي، باجيب القُرَص كده زي ما أنتم شايفين وأفرد مكانها على طول، طالما الصواني بتاعتي أنا متطمنة إنها تمام ما هياش سيجان خفيفة، باعمل الحتّة دي، لو السيجان بتاعتي خفيفة بافرد برّه وأحط على طول، ليه يا أم يوسف الفرق؟ الفرق في إن أنا لو أنا دي سيجان خفيفة وفردت فيها بتاخد كل الزيت معاها وبتلزق معايا في الصينية من تحت، إنّما لو أنا السيجان بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك بسم الله ما شاء الله كده كويسة، فما بتاخدش معايا خالص الزيت وكمان في الوقت نفسه ما بتلزقش فيها القرص بتاعتي. هارصهم بس كده مضبوطين بحيث إن أنا أحط واحدة في النُص وأدوّر من حواليها، وهابدأ أدوّر التدويرة التانية برضه من حواليها التانية، وأبدأ أسمي الله كده، وبنفس الإيد وأفرد تبقى إيدي كلّها ميزان، يبقى كده القرصة مفرودة فرد واحد، بين القرصة والقرصة مسافة زيّهم زي بعضيهم، شكل الصينية يكون مميز وجميل، وفي الوقت نفسه لو لقيت قرصة مش معدولة أوي باضبطها برضه مش باسيبها زي ما هي، علشان ده الشكل النهائي للقرصة بتاعتي اللي هي هتطلع عليه بعد التسوية. وبابدأ أدّيها نفس الفردة، إيدي ميزة واحدة كلّها، بافرد كلّه ورا بعضه علشان إيدي بتبقى نفس الميزان اللي هي فاردة بيه القرصة الأولى، فبتحسّي إن القرص كلّها عِلْو واحد. في الوقت ده أنا قطّعت الصينية دي بس بافردها وزي ما أنتم شايفين كده وباركنها على جنب، وباجي برضه أفرد الصينية التانية اللي هي هاقطّعها برضه بنفس الشكل، وهاقرصها برضه بنفس الشكل، وبكده باكون خلّصت معايا الكمية بتاعتي كلّها، وبابدأ بقى هنروح عند التسوية.
هنكمل برضو بنفس الشكل كده زي ما قلت لك، وهقطعها بحيث ان انا هديها بلة زيت بسيطة من على الوش برضو علشان تكون ناعمة، وفي الوقت نفسه بكورها من تحت كويس علشان خاطر ما الاقيش فيها كور من تحت كده ان هي تبقى مش مظبوطة. وبلة الزيت دي بتخليها تدي نعومة من على الوش، بتبقى جميلة قوي. والطعم بتاعها حسب السمنة اللي انت هتحطيها فيها. القرص دي لما بتحط لها سمنة بلدي بتبقى حلوة قوي، واحنا عاجنينها بحليب عادي خالص مش حليب رايب. لو انت عايزه تحطي فيها حليب رايب، احنا عاملين فيديوهات طبعا للقرص بالحليب الرايب، وكمان عاملين قرص للمنين اللي هو القراقيش، وعاملين وعاملين فيديوهات كمان للقرص اللي هي زي الفينو كده، وعاملين كل حاجه. لو انت احتجتي اي حاجه انا من عيني ليكم حاضر. وما شاء الله الصفحه مليانه خير، لو حبيتوا تلفوا لفه وتشوفوها كده اخبارها ايه. وطبعا تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم فينا، ولو في اي غلطه احنا نعدلها. وكمان قولوا لنا كده ايه رايكم في اللي احنا بنعمله. فبمشي بنفس الشكل كده، بدهن برضو الصينية التانية بتاعتي زيت بنفس الشكل، وببدأ ان انا ابطط برضو زي ما شفتوا الصينية الاولى كان. احط برضو اول واحدة في النص كده في الوسط، وببدأ ادور من حواليها بمسافة، اني اخلي مسافة بحيث ان انا لما افرد القرصة بيبقى فيه مكان بينها وبين التانية، وفي الوقت نفسه بتكون القرصة واخدة راحتها ومش لازقة في اللي جنبها. وفي الوقت نفسه برضو ساعة اجي افردهم بيبقى كلهم فردة واحدة وميزة واحدة، ما بتكونش فيهم واحدة مفرودة قوي وواحدة يعني قليلة في الفرد، علشان لما اجي اقدم القرصة بتاعتي او اكلها تبقى كلها ميزة واحدة زيها زي بعضيها. هنا بقى كان عندي جوز قرص فمش محتاجين ان انا احطهم في صاج لوحدهم، هحاول ان انا احطهم جنبيهم كده على طول، يعني افرغ بين القرصة والقرصة كده حاجة بسيطة، وبعد كده هبدأ افرد كله زي بعضي. عندي الصواني دي انا كنت جايبه الصينيه منهم ب200 جنيه، بس طبعا الوقت غلط طبعا لان هي جايبه لها حوالي سنه ونص او سنتين، من المحلات اللي هي بتاع الألمونيا، وممكن تلاقيها في محلات الأدوات المنزلية. وفيه منها صيجان مربعة وصيجان مدورة، يعني صواني مربعة وصيجان مدورة، صيجان مربع وصواني مدورة. ماشي، بتلاقي دي وبتلاقي دي، بس دلوقتي أنا سمعت أسعارهم بقى الواحد ب450 جنيه. بس جميلة ما شاء الله، ألمونيتها نظيفة وحلوة ومش بتزرق خالص ومش بتغمق ولا بتدي لون غامق ولا أي حاجة خالص، زي ما انتم شايفين بتدعك بجد بجد، بتروح زي العسل. وانا عادة بدعكها بيها للناس اللي بتسألني، بس بدعكها بالصابون القطع اللي احنا بنعمله برضو مع بعضنا على الصفحة هنا. بجيب الصابون القطع اللي هو بنعمله من الزيت القديم المستعمل المحروق، وبنعمله بيها وبيتوفر عندي الفترة بتاعتي سواء شهر 2 لغاية ما يخلص، بعمل كمية تانية غيرهم، بكون لميت زيت تاني قديم. وكده الكمية بتاعتي اتقطعت معايا وشكلها جميل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى نروح عند الفرن نطيب مع بعضينا. هنا الفرن بتاعي في الوقت ده انا مولعاه يسخن، وفي الوقت ده عندي بيضة وعندي معلقتين زيت ودوبتهم كويس قوي، وحطيت عليهم كيس فانيليا ولازم اضربهم كويس قوي، وبعد كده ادهن بيهم وش القرص بتاعتي علشان خاطر يبقى كلها شكل واحد وزي بعضيها. لو انت مش بتحبي البيض والحاجات دي يعني، بس احنا حطينا كده كده كيس فانيليا علشان ما يديهاش ريحة زفرة، يعين منها الزفرة. لو انت منتش عايزة كيس الفانيليا ده خلاص اعملي معلقتين حليب وعليهم معلقة سكر، واضربيهم كويس، دوبي السكر فيهم كويس، وبعد كده ادهني بيهم وش القرصة. احنا بنعمل الحتة دي بس لو احنا هنحط على وشها سمسم او الحاجات دي. طبعا الولاد هياكلوا منها وهياخدوا منها مثلا الجامعة يفطروا منها الصبح، فبحب ان انا احط لهم عليها سمسم على الوش، بيكون شكلها جميل عن ما بتكون سادة خالص. بس كده، ودهنا الصينية بتاعتنا كلها، والصينية التانية يبقى نفس الشكل. في الوقت ده الفرن متولع جنبي وبيسخن، دهنت الوش بتاعها بنفس الشكل كده. وعايزه تحطي انت بقى حبه البركه، سمسم، اي حاجه انت، اي زواده انت عايزه تحطي على الوش زينه حطي، وشمر وينسون. ولو عايزه برضو تحطي في العجينه من القلب من جوه شمر وينسون حطي، اللي انت محتاجاه او مرتاحه له او بتحبيه اعمليه. بس كده، وهدي على الوش بس رشه سمسم بسيطه. السمسم ده غسلته وحطيته في الفرن يتحمص شويه او ينشف بمعنى الكلمه. بس كده، واحط الصينية بتاعتي في الفرن، بتاخد معايا حوالي من 10 دقايق لربع ساعة. الفرن بيكون سخن وبوطي الجوانب، والنار من تحت على حسب الصاج عندي. لو الصاج عندي سمكه تخين بخلي النار عندي فوق المتوسط، لو الصاج عندي سمكه رقيق بخلي النار عندي من تحت اقل من المتوسط.
وبسوي على كده وبقفل الباب عليها علشان تاخد كلها لون واحد. وتعالوا بقى نشوف القرص بتاعتنا بعد ما استوت. سوينا الصاجين بتوعنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عملوا كميه حلوه مش وحشه. لو احنا وزناهم هيخشوا في الأربعة كيلو قرص. الأربعة كيلو لما بتشتريها من المحلات دلوقتي الكيلو ما شاء الله بقى ب100 معرفش ولا ب100 وكام. فاحنا مفيش داعي لده كله، احنا هما 2 كيلو ده بس ب40 جنيه او ب38 جنيه. والسمنه طبعا بتكون في البيت والحليب بيكون باذن الله في البيت. وربنا يديم عندنا الخير كلنا ويرزقنا كلنا الخير ويدعمنا الخير. ادعوا لنا دعوه حلوه كده بصلاح الحال لنا وليكم وللجميع. ما شاء الله اللهم بارك، عملنا حاجه حلوه موجوده في بيتك متوفره، تعمليها للولاد ياخدوها المدارس الصبح، للولاد ياخدوها الجامعات، بيفتحوها من القلب بس كده. احنا طبعا ما حشناهاش حاجه خالص علشان هم هياكلوا بيها جبنه ويفطروا بيها مع الشاي الصبح قبل ما يطلعوا على الجامعه كده. فخلي بالك من حاجه حلوه، اعملي حاجه جميله نظيفه في بيتك، حاجه حلوه ياكلوها اولادك بالف صحه وهنا يا رب على قلوبكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم بخير وصحه وسعاده وسلام.